اتكلمنا في فيديو قبل كده عن فوائد بذور او قشور السيليوم، بس هو احنا بنستخدم منها قد ايه وازاي؟ على حسب دراسات فاتت فانت ممكن تاخد من حوالي 5 ل 10 جرام يوميا، يعني حوالي من معلقه لمعلقتين شاي صغيرين. بس لازم بعد ما تاخدها تشرب بعدها كميات ميه كبيره زي كوبايتين مثلا علشان ما يحصلكش تقلصات في الامعاء. طب هو احنا نقدر ندخلها ازاي في اكلنا؟ نقدر نضيفها لاي حاجه زي مثلا كوبايه ميه او عصير، او حتى ممكن نحطها للزبادي وناكلها، او حتى ممكن تعمل بيها عيش. وبالنسبة لطعمها فانتوا اصلا مش هتحسوا بطعمها خالص يعني. وطبعا لما بتضيفها لميه او عصير فهي بتعمل على امتصاص السوائل، فممكن لو سبتها فتره بسيطه هي تكون ماده لزجه زي الجل كده وما تعرفش تبلعها، حتى لو بلعتها ممكن تعمل لك اختناق. فاول ما تضيفها للاكل بتاعك يعني كله على طول. طب نقدر نجيبها منين؟ ممكن تجيبها من اي سوبر ماركت لو هي متوفره فيه، او اي محل عطاره. بس وانت رايح تجيبها اعمل حسابك في مبلغ حلو كده، لان وقت ما اشتريتها الكيلو كان ب 400 جنيه. ومعلومة على السريع كده، هي ما فيهاش جلوتين، فهي حلوة للناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين. بس لازم نخلي بالنا من شوية حاجات واحنا بنستخدمها، زي مثلا انه بيفضل ان الاطفال والنساء الحوامل والمرضعات انهم ما يستخدموهاش. ولو اي حد يعني بياخد اي ادوية فهو لازم يستشير الدكتور بتاعه ان هي مش هتتعارض مع اي دواء هو بياخده. وكمان لو هو هياخدها فهو لازم يسيب فترة كافية ما بينها وما بين الدواء اللي هو بياخده، يسيب ما بينهم ساعتين مثلا علشان ما تقللش من امتصاص الدواء. وكمان زي ما قلنا لازم تاخد بالك ان بعد ما تاخدها تشرب كميه كافيه من الميه، عشان هي بتمتص السوائل الموجوده، فعلشان ما يحصلكش مشاكل في الجهاز الهضمي. وكمان لازم ناخدها بالمعقول وما ناخدش منها كميات كبيره، لانها ممكن تعمل لنا مشاكل زي مثلا انها تعمل تقلصات او تشنجات في البطن، والامعاء بتاعتك تتحرك كتير وترجع. لا مش انا، مش انا، هي ده، هي ده، هي لا تنشلي، كنت تنشلي قبل ما تتمدي على بعليه. فالمهم من ده كله ان احنا لما نستخدمها بالكميه المعقوله وبالطريقه الصحيحه. فابقوا جربوها، ولو حد جربها قبل كده يقدر يكتب في الكومنتات.